داود شكرا. فالسؤال لماذا أعمل وليس أشكره؟ ولماذا أعمله وليس أفعله؟ هو اشكروا، لو قال اشكروا راح يصير شكرا مفعول مطلق. اشكروا آل داود شكرا، صحيح. مو هكذا؟ نعم. عملت عملا مفعول مطلق. نعم. ضربت ضربا مفعول مطلق. لكن اعملوا آل داود شكرا ما معناه وما إعرابه؟ اعملوا شكرا احتمال مفعول به وليس مفعول مطلق احتمال. اعمل الشكر وهو إشارة إلى أن الشكر يعمل عمل ليس لسان فقط. اعملوا شكرا، اعملوا الشكر، اعملوا طاعة. أيوة صحيح. اعملوا الشكر، الشكر هو أيضا عمل. أنت إذا لم تعمل بما أعطاك الله من النعم فلست بشاكر، ولو بقيت تقول بلسانك الشكر لله كل الوقت لست بشاكر. يعني إذا كان عندك مال ولم تؤدي حقه فلست بشاكر، لست بشاكر. يعني شكر النعمة تأدية حقها. وتقول أيضا في لسانك من باب التسبيح والشكر لله. تقول باللسان والعمل. نعم صحيح. فإذا الشكر عمل. عندما تعمل شيء في مالك، يعني خير للآخرين، تجري نهر أو تبني مدرسة أو تبني، هذا عمل، هذا من الشكر. الآن قال اعملوا شكر، يعني إشارة إلى أن الشكر هو ليس فقط كلام وإنما هو عمل أيضا. نعم. هذا واحد.